مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس السياسي الأفورقي يجري مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية حول القضايا المحلية. ارتفاع نسبة المشاركة في التعليم ببدة. تنفيذ برامج اجتماعية فاعلة في القاش بركة. الداخلية الأفغانية تعلن انتهاء عملية استعادة السيطرة على فندق فخم في كابول. وكوبا وأمريكا تجريان محادثات بشأن إنفاذ القانون. قتلى في حريق بمصنع للبلاستيك في الهند. مرحبا بكم. الآن عناوين إلى التفاصيل. مواصلة للمقابلة التي أجراها في 14 من يناير الجاري بمناسبة العام الجديد 2018، أجرى فخامة الرئيس السياسي الأفورقي مساء أمس الأول 20 من يناير مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية حول أهم القضايا المحلية. التفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد. تناول الرئيس السياسي الأفورقي بتوسع البرامج المنفذة في سنوات الاستقلال 26 الماضية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الفرص المتساوية للمواطنين والاستثمار في مجالات التعليم والصحة والمياه وضمان الأمن الغذائي والبنى التحتية ونتائجها، إضافة إلى البرامج الموجودة لتفعيل وتطوير مجالات الصناعة والثروة السمكية والسياحة. وأوضح فخامة الرئيس السياسي الأفورقي الإنجازات الملموسة التي تحققت في خدمات المياه والكهرباء ومتطلباتهما، وكذلك البنى التحتية وخدمات المواصلات التي يتواصل العمل فيها بشكل جيد، بالإضافة إلى الجهود الجارية في الخدمات الصحية والتعليمية. وذكر في الوقت ذاته عدم المضي قدما كما ينبغي في قطاعات الصناعة والثروة السمكية والسياحية نتيجة لعدم إرساء البنى التحتية اللازمة، مذكرا بتقييم الأوضاع كما ينبغي مع الاستمرار في الخطط الموضوعة والتعرف الجيد على التحديات السابقة وإيجاد الحلول لها من أجل قيام هذه القطاعات بدور محوري لتطور الاقتصاد. وأوضح فخامة الرئيس السياسي الأفورقي فيما يتعلق بأولويات البرنامج في عام 2018، أوضح عن تطوير وتوسيع الزراعة المروية بالاستفادة الجيدة من المياه المخزونة، مشيرا إلى وضع برامج تركز على مضاعفة المجال الزراعي والزراعة الصناعية والثروة الحيوانية وإنتاج الألبان. وأشار فخامته إلى الخطط التنفيذية التي وضعتها الحكومة هذا العام فيما يخص بتحسين رواتب الموظفين وبناء المساكن، وقال إن تجارب 25 سنة الماضية قد حلت نسبيا إشكالية الإسكان، إلا أننا لم نخطو في هذا القطاع كما ينبغي. وأوضح في الوقت نفسه عن وضع خطط تنفذ عبر مراحل في بناء الإسكان بداية من العام 2018، مشيرا إلى أن العمل جار فيما يتعلق بتحسين رواتب الموظفين هذا العام لتحسب الزيادة بأثر رجعي من عام 2017 وتوضع في البنك بما يعزز ثقافة الادخار. كما أوضح فخامة الرئيس السياسي تأثير كفاءة وفعالية المؤسسات الحكومية في التنمية والإعمار. وقدم رئيس السياسي الأفورقي توضيحا مسهبا بشأن المؤامرات السياسية المحاكاة وعمليات التهجير الجارية بتمويل خارجي والجهود الدبلوماسية والقانونية للحكومة الإريترية لمواجهة هذه العدائيات. وأشار في الوقت ذاته مستشهدا بأدلة واضحة بأن هذه المؤامرات العدائية الهادفة تمزيق النسيج الوطني وإضعاف القدرات لتمكين استراتيجية الهيمنة والاستحواذ تجري عبر شبكات منظمة بمشاركة بعض الحكومات ووكالات الاستخبارات بما في ذلك الأمم المتحدة هي جريمة عالمية، منوها بأن الحكومة الإريترية عبرت عن رفضها التام منذ العام 2013 عبر رسالة خطية وإجراء التحقيقات لهذه الجريمة بمشاركة الأمم المتحدة. وشدد فخامته على ضرورة تعزيز المجتمع والأسر وعيهم لإدراك الشباب إلى أين يذهبون وما هي أهداف تلك المؤامرات الموجهة عليهم.
أفادت الأنباء عن ارتفاع نسبة المشاركة في التعليم في ضاحية بدة بمديرية قلعلو بفضل حملات التوعية. وأوضح مدير مدرسة بوليلي المتوسطة والثانوية الأستاذ عثمان علي حمد بأن مشاركة الطالبات ارتفعت بنسبة 12% عن العام الدراسي السابق نتيجة للجهود التي بذلت لإعادة الطالبات المقاطعات للدراسة إلى مائدة التعليم بالتنسيق بين المعلمين وأولياء الأمور. وأشار إلى أن ارتقاء المدرسة إلى المرحلة الثانوية مكن الطالبات اللواتي توقفن عن الدراسة في الصف الثامن من الحصول على فرصة مواصلة الصف التاسع، بينما يواصل طلاب قرى عدايتو وسايموتي وعندالا والحا المكملين للمرحلة الابتدائية التعليم المتوسط في بوليلي. ودعا مدير المدرسة أولياء الأمور لتقوية الجهود لرفع نسبة المشاركة في التعليم والتي لم تكن حتى الآن بالمستوى المأمول. هذا وتقدم مدرسة بوليلي المتوسطة والثانوية الخدمات لقرى إرميلي وسايموتي ولعنابادة والحا وعندالا وبوليلي ومناطق أخرى. ذكر مدير مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاش بركة السيد إيوب كداني عن تنفيذ أنشطة فاعلة في مجال الرعاية الاجتماعية بالإقليم، وأشار إلى تنظيم حملات تعبئة مكثفة خلال العام الماضي لأكثر من 33 ألف مواطن لمكافحة العادات الضارة ورعاية الأطفال والمسنين واحترام الحقوق. وأوضح عن إعالة الأطفال ومساعدة الطلاب المحتاجين وتنفيذ برنامج بناء المساكن للمعاقين الذين ترعاهم الوزارة وتقوية أنشطة التأهيل الاجتماعي. وقال أن المكتب قام بجهود مقدرة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعانة المتضررين من الحريق الذي اندلع في عد إمني بمديرية عالي القاش، كما قدم إعانات للأسر المحتاجة، فضلا عن مساعدة 785 من الطلاب في مديريات فورتوساوا وسلعة وكركبت بالتعاون مع قيادة حرس الحدود للحيلولة دون مقاطعتهم للدراسة. كما أوضح عن تنفيذ أنشطة فاعلة لإيصال الدعم الحكومي المالي والعيني لأسر الشهداء في أوانه، وكذا أنشطة هذا العام مشيدا بدور الشركاء في إنجاز المهام. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت الداخلية الأفغانية انتهاء عملية استعادة السيطرة على فندق فخم في كابول اقتحمه مسلحون وقتلوا عدة أشخاص. وكان 4 مسلحون قد شنوا هجوما على فندق انتركونتيننتال بالعاصمة الأفغانية مساء السبت، وأطلقوا النار على العاملين والحراس وضيوف الفندق وقاموا بتفجير قنابل يدوية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم أجنبي واحد وإصابة 6 آخرين وفقا لمسؤولين بالداخلية. ولقي 3 من المهاجمين مصرعهم في العملية الأمنية وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش. كما تم إنقاذ نحو 150 نزيلا بالفندق الفخم هذا، ولم تعلن أي مع مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أنه يذكر بأن حركة طالبان شنت هجوما على انتركونتيننتال عام 2011 بالرغم من أن الفندق يقع في منطقة محصنة ومحاط بحراسة مشددة مثل بقية المباني الحكومية. اختتم مسؤولون كوبيون وأمريكيون محادثات استمرت أسبوعا في واشنطن بشأن التعاون في مجال تنفيذ القانون باجتماع حول مكافحة تهريب المخدرات، وذلك في وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين البلدين. وتظهر هذه المحادثات استمرار تعاون البلدين في بعض المجالات على الرغم من اتخاذ الرئيس الجمهوري دونالد ترامب موقفا أكثر تشددا من سلفه الديمقراطي باراك أوباما اتجاه كوبا، وعلى الرغم من مزاعم تعرض دبلوماسيين أمريكيين في هافانا لهجمات أصابتهم بمشاكل صحية. وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان لها أن الاجتماع عقد في أجواء من الاحترام والكفاءة المهنية. وقالت وزارة الخارجية الكوبية أن مسؤولين كوبيين وأمريكيين أجروا أيضا محادثات في واشنطن خلال الأسبوع الماضي بشأن الأمن الإلكتروني والتصدي للإرهاب. لقي 17 عاملا على الأقل مصرعهم في حريق بمصنع للبلاستيك في المنطقة الصناعية بشمال نيودلهي بحسب ما أعلنت عنه أجهزة الإنقاذ بالعاصمة. وشب الحريق في قبو المصنع الواقع في مبنى من 3 طوابق في المنطقة الصناعية في بوانا بضواحي نيودلهي العاصمة.
وبحسب السلطات فإن المبنى ربما استخدم أيضا لتخزين الألعاب النارية. وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب إلى الطوابق العلوية لتحاصر نحو 20 عاملا كانوا يزاولون أعمالهم بحسب ما ذكر أحد مسؤولي أقسام الطوارئ في نيودلهي. هذا وتم إخراج 17 جثة من المبنى بينما نقل 2 من المصابين إلى المستشفى. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.